الجزائر تحذر فرنسا. دخلنا في مرحلة جديدة. شاهدنا الإعلام الفرنسي يشن هجوما لاذعا على الرئيس الجزائري، حيث تم نشر صورته على غلاف إحدى المجلات ووصفته ونظامه بالأوغاد، مع كل احتراماتنا لرئيس الجمهورية والحكومة الجزائرية. كما قررت السلطات في فرنسا فتح تحقيق مع الجزائري شمس الدين حفيظ، اللواء إمام المسجد الكبير في باريس، بتهمة زعزعة استقرار البلاد، في محاولة من الحكومة الفرنسية للسيطرة على هذا المسجد الذي يعتبر منطقة نفوذ جزائرية في قلب العاصمة الفرنسية. ووفق موقع مغرب انتليجنس، قرر الرئيس الجزائري قطع جميع علاقاته مع شمس الدين حفيظ إمام المسجد الكبير في باريس، الذي يعتبر من المقربين إليه والمستشارين المهمين له في فرنسا. للأسف الشديد، ربما اليوم العلاقات الجزائرية الفرنسية تصل إلى الحضيض، وتصل إلى مستوى خطير جدا. منذ عقود لم نشهد هذا التوتر وهذا التصعيد، والذي ربما نحن في الجزائر بحثنا عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الهجمة، وراء هذه السياسة، وراء هذه التوجهات الرسمية التي يقودها الرئيس ماكرون لزعزعة أمن واستقرار الجزائر. وأكثر من حادثة تثبت بأن فرنسا اليوم قررت منذ يونيو، وهو تاريخ الاعتراف بمغربية الصحراء. وهذا قرار فرنسي ونحن لا دخل لنا فيه، ولكن هو انقلاب عن المواقف الرسمية للحكومة الفرنسية، وكان له ارتدادات قوية على العلاقات الجزائرية الفرنسية. وفي حادثة أخرى، أن رجال السياسة في فرنسا طلبوا من الجزائر أن تغير النشيد الوطني، وذلك في فقرة: يا فرنسا قد مضى وقت العتاب. وفي مثال آخر، أن المخابرات الفرنسية، وبالتحديد الأمن الخارجي الفرنسي، قد دخل إلى الجزائر من خلال عناصر محسوبة عليه، وتم توظيف عناصر إرهابية من الجزائر. وأن الرئيس ماكرون في قصر الإليزي وأمام الصحفيين وصف بأن الجزائر عليها أن تطلق رعية فرنسي في القوسين يحمل جنسية فرنسية وهو جزائري كان مسؤولا في الجزائر، وطلب من الجزائر أن تطلق هذا المواطن الفرنسي، وأن هذا الأمر لا يشرف الجزائر. وكل هذه الحملات التي تريد أن تختبر صبر الجزائر وضبط النفس الجزائري، أن صبر الجزائر لديه حدود. اليوم فرنسا ستوظف كل أوراقها للضغط على الجزائر، ليس فقط لمسجد باريس وهو معلم حضاري ظل لعدة عقود، لكن في المقابل هذا المسجد هو محسوب بشكل أو بآخر على الجزائر. وأن تعداد الجالية الجزائرية 7 ملايين، وهي تقريبا مسيطرة على مشهد المهاجرين في فرنسا. واليمين المتطرف يقول إنه يجب أن نفرض ضرائب على التحويلات المالية للجالية الجزائرية. واليوم تريد أن تضغط على الجزائر لتسحب هذا المسجد من تحت سيطرتها وتوجيهاتها، وبذلك يشن اليمين المتطرف حربا غير معلنة على الجزائر